Please, everyone listen. Rashid is going to say something. In Arabic. No, it doesn't matter. No, Do you want me in English or in Arabic or both? no, it doesn't matter. Okay. You choose. Okay. First of all, I would like to be thankful to my dear friend Wafa Sultan and her husband Mufid for inviting me to be your guest in California. I'm very happy, and we are very happy to share some discussions, some thoughts about the friendship between Amazigh Kabyles like us and the Christians from Middle East. You are all, I guess, from Syria, maybe Lebanon, and Palestinian too. Bosnia. Okay, it's very we are very happy. نحن مسرورين جدا نكون نحن من أمازيغ أو قبائل اللي هو نوع من سكان أمازيغ. مسرورين جدا بالاستضافة للسيدة وفاء السلطان وزوجها مفيد ونحن مسرورين جدا نجد نفسنا في هذه المناسبة among you Christians from Middle East. سوف نتبادل الآراء والأفكار وشهية طيبة. شكرا. شفوت ولا كي ندنا يعجبني مليح يلت ذيانت تبغيض أتصدقون إلا قد تصدقون في السن سنة انتكال سيكل تم زوجة قد تصدقون ولا غيك ما تكلت سنة ذي ثلاوث شكيا إلا قد تسلم ذم إلا قمر وما تغم سنجر كها الزون في كثيرينك ولا من بعد كي تدار ثلاوث وكنا ضرو أتسمحوا يسأل زاد. شكرا جزيلا وفاء. حبيبي رشيد. لقاء حبيبي شيق. رشيد، أنا بحبك وبحب كل الأمازيغ، لازم يعرفوا أني أنا بحبهم، لأنه أنت خبرتني قصة تاريخية أنه أخذوا عدد هائل من النساء الأمازيغ وأهدوهم إلى حاكم دمشق. لذلك عندما تنظر في وجوه السوريين لمائح بتحس أنه ملامح الوجه تشبه الأمازيغ. صح. لذلك صدقني، إضافة إلى أنه نحن نشترك في تاريخ متشابه، ربما في DNA مشترك بيننا وبينكم كمان. صح. وليس بعيدا من أين تسكنين هنا، هناك مدينة صغيرة قرب لوس أنجلوس اسمها سانتا مونيكا، اللي هي أم القديس أغسطس أمازيغية، ولدت في الجزائر وماتت في الجزائر مثل ابنها سانت أغسطس. هاي القصة بتأكد لك أنه كل شعوب الشرق الأوسط كان بإمكانها أن تكون شعوب ناجحة. صح. وأن تقدم للبشرية، لكن القمع الإسلامي الذي اجتاح مناطقنا ودمر ثقافاتنا ودمر لغاتنا ودمر عاداتنا وقتل الروح في دواخلنا. كلنا مقتولون أخي رشيد، كلنا. تحكمنا عقيدة لا تقيم للحياة وزنا. أنا ماني ضد أي إنسان، بدك آمن بالحجر بشرط أن لا تضربني بها، آمن. ولكن الإسلام كله أحجار ما ترك إنسان من شره. إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. شو هالتعاليم هي؟ من أنا لأحكم على الناس بأنهم كفار؟ صح. أنا فلسفتي بالحياة كل إنسان ألتقي به هو إنسان جيد حتى يثبت هو العكس. أنا أتوسم خير بكل البشر، لأنه أنت اللي بتتوقعه أغلب الأحيان هو اللي بتحصل عليه. أي إنسان بلتقي فيه هو إنسان جيد، أي إنسان بلتقي فيه هو فيه شيء من الله، فيه شيء من الخالق. أما إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، كيف بتعرف إنه هدول كفروا؟ من أنت اللي تحكم على البشر؟ لذلك للأسف الشديد أنا لا أكره المسلمين، ولكنني لا أحب الإسلام، لأنه الإسلام دمرنا، لأنه الإسلام جردنا من إنسانيتنا، جردنا من قدراتنا على أن نساهم في صنع. القديسة سانتا مونيكا دليل قاطع على أنه لدينا القوى لأن نقدم للبشرية أشياء جميلة، ولكن قتلونا في المهد.
شوهوا ثقافاتنا، أبادونا ثقافيا وجسديا. هذه هي النقطة اللي دائما أنا بركز عليها. شيء آخر في علمك، البابا الجديد ليون 14 أوكي، في السبيتش الخطاب الأول قام به في الفاتيكان السنة الماضية في مايو 25 قال: أنا ابن الروحي لقديس أغسطس. تقريبا سنة بعد أول زيارة له في بلد هي الجزائر. 13 إلى 15 أبريل سوف يذهب إلى الجزائر تكريما للقديس أغسطس. ولكن الشيء المؤسف جدا هو لما نرى قديس أغسطس هناك مدن، أماكن، جامعات في العالم، حوالي العشرات والعشرات من أماكن في أرجنتينا، في بوليفيا، في أمريكا، في إيطاليا، في فرنسا، في إسبانيا، في كندا. هناك مدينة في كندا اسمها سانت أغسطس. هنا كذلك في أمريكا عدة أماكن اسمهم سانت أغسطس وسانتا مونيكا. ولكن في الجزائر أين ولد ومات سانت أغسطس يعني لا يوجد شيء يخلده. ولكن هناك ثانوية عقبة بن نافع، هناك مسجد عقبة بن نافع، هناك شوارع وإلى آخره. كيف تشرحون ذلك؟ هذا ما نسميه الإبادة الثقافية. هي إبادة الجنسايد. هذه مجزرة ثقافية. يعني والإنسان مهما قتلت روحه الثقافية رح يجي يوم وهذه الروح he will reclaim his cultural soul. ما معقولة، لا يستطيع. صح 1400 سنة من المجازر الثقافية ارتكبوها بحق الأقليات، ولكن اليوم أرى هذه الأقليات على امتداد العالم الإسلامي تسعى to reclaim its cultures, its norms, its teachings, whatever you name it. في عودة لاستعادة الهوية الحقيقية لكل أقلية. وهي الكوارث اللي حدثت في سوريا أنا أرى لها تفسير كوني، ألا وهو حض هذه الأقليات لخلع العباءة الإسلامية واستعادة هويتها الأصلية الثقافية. والأمازيغ لا يخرجون عن هذه القاعدة، أكيد هم جزء كالأكراد، كالعلويين، كالدروز، كالمسيحيين في العالم الإسلامي. الكل من حق كل إنسان، صح نحن كلنا إنسانيون، لكن من حق كل إنسان أن يستمتع بالهوية الثقافية له. ليس من حق أحد أن يحرمك من اعتزازك، من فخرك بالهوية الثقافية لك. شكرا جزيلا. شكرا أخي، ممنون كتير. I love you رشيد. I love you. Me too. شكرا. أرحب بك متى شئت في بيتي، أنت وأصدقائك وعائلتك وكل إنسان بتحب تجيبه. شكرا لك. أثناء تنسد الثجارات تبليتك كدزبان كذوة السلطان ما تفهم سلاوي تكميل يسوي كفويا غمسا أنه على ونساسيا زاد ما دليل وما ينوثن تخدم فيهم كذليس عني سوازاليس ساعات أنه على ونساسيا زاد يسيرين عندنا قيمة ثلوث.